عقدت الجمعية التونسية للهوكي على الجليد ندوة صحفية لتسليط الضوء على رياضة الهوكي على الجليد بعد فوز المنتخب الوطني بالبطولة الإفريقية التي أقيمت في المغرب. عملنا كونفيرونس دو بريش باش نفهموا وباش نقولوا على تونس ربحت اول بطوله افريقيه نتاع الهوكي سو غلاس، ايفينمون كبير. مشينا المغرب، صدعونا الفيدراسيون رويال ماروكان اللي هي فيدراسيون معروفه بار لا فيدراسيون انترناسيونال. صدعونا في المغرب ولعبنا اول بطوله 6 ايكيب. لعبنا ضد مصر اول ماتش، ربحنا 20 بلاش. ومن بعد لعبنا ضد الجزائر، ربحنا 11-6. ومن بعد لعبنا ضد المغرب دومي فينال، ربحنا وربحنا الفينال وروحنا بالبطوله. نجاح كبير ياسر في بطوله افريقيا للاوكي على الجليد. هذه مبادره كبيره من الفريق القومي التونسي وعلى راسها الجمعيه نتاعنا التونسيه وسي ايهاب عياد اللي هو معنا اليوم. حبينا نعملوا ندوه صحفيه باش نعرفوا باللاعبين وخاصه بالجمعيه. وتسعى الجمعيه لانشاء جامعه خاصه بهذه الرياضه وقاعات رياضيه مختصه في رياضه الهوكي. ربحنا بطوله وما نجموش حتى نترناو في بلادنا، دونك خذينا روتار وان شاء الله بالكونفيرونس هذه وزاد لي زانونس اللي باش يصيروا ان شاء الله نفهموا السبور هذا قاعد يدخل، وان شاء الله تولي تونس عندها الفيدراسيون نتاعها ويولي الاوكي سو غلاس موجود في تونس للتوانسه. وتحظى الجمعية التونسية بدعم من وزارة الرياضة لتصبح رياضة الهوكي على الجليد لديها صبغة قانونية تمكنها من المشاركة في المحافل الدولية. دورنا هو دعم الرياضة والتنمية الرياضية في تونس، وهذه رياضة جديدة وعندها حظوظ كبيرة. علاش ما تكونش موجودة؟ اللي مش يصير اليوم هو تسجيل الجمعية هذه في وزارة الشباب والرياضة، مش تتسجل في تونس، مش يولي عندها لو ستاتيو نتاعها في تونس وتاخذ لو بوفوار سبورتيف ناسيونال انترناسيونال باش تنجم تشارك في المحافل الدوليه وتنجم تشارك في البطولات.